السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم محمود صقر. في الدرس ده هنتعرف على ريميشر مختلف او بيعمل لك اعادة للمش بتاعتك. المش طبعا اللي احنا اتفقنا اللي هي الجريد اللي احنا شغالين عليها دي، الشبكة دي اللي بتكون لي الاوبجكت بتاعي ده اسمه مش. في حاجة اسمها ريميشر بيعمل لك اعادة تأهيل للمش بتاعتك. خليني اروح من هنا وانزل ريميش. طبعا الاولاني كان اللي هو زي اللي هو الديسميت دوت، كان برضو بيعمل ريميش او كان بيعمل يعني كان بيعدل. لكن الريميش الاسم الفعلي هو اسمه ريميش. لما بتدوس عليه بص بيعمل ايه، بيدي لك يعني بيقلل بالشكل ده كده، ولكن بشكل عشوائي بقى. ما بتلاقيش الكوادز بتاعتك مظبوطه بالشكل الاولاني زي ما كنا شغالين. تمام. بتلاقيها بقى بالشكل ده كده. فانت بتبدا بقى عندك هنا حاجه اسمها، طبعا هو ما بيخش على حاجه اسمها فوكسل. الفوكسل ديت لو انت عايز تعرفها، بس هي مش وقتها دلوقتي، لكن دي حاجه ليها علاقه بالفوج، ليها علاقه بالفوليوم عموما. تمام. احنا الاوبجكت في برنامج بلندر، او على ما اعتقد يعني في معظم برامج ال 3 دي بيتكونوا من حاجتين، يعني بيتكونوا من حاجتين او 3 حاجات بالكتير قوي. الحاجه الاولانيه هو السيرفس، اللي هو الاوبجكت اللي بره ده اسمه سيرفس. الحاجه الثانيه الفوليوم، وهو يا كده يا كده، يعني هو يا اما كده بيبقى كده. يعني السيرفس ده بيبقى من بره مش. الفوليوم ده اللي من جوه. يعني انا لو دخلت الزوم بالشكل ده كده ودخلت جوه الاوبجكت، شايف ده كده من جوه، يعني الاوبجكت من جوه ده كده فاضي، صح؟ هو مفيش حاجه من جوه على فكره، هو فاضي، وش بره ووش جوه كده. احنا جوه السفينه دي، يعني بص كده، هو خلاص هو ده كده من جوه، بس من جوه فاضي. لكن الفوليوم بيبقى من جوه مليان. هتقول لي هو في حاجه اسمها مليان؟ ما هو لو مليان انا مش هشوف. اقول لك لا، بس لو دخان هتشوف، لو نار هتشوف، لو ميه هتشوف. فالفوليوم بيعتمد على كده. الفوليوم عموما بيعتمد على هذا الاساس. والفوليوم عموما بيبقى له يعني استخدامات مع يعني محدوده بشكل صريح، واستخدامات تانية طبعا كتير بس بشكل غير مباشر. يعني استخداماته الصريحه مثلا بيبقى بيستخدم في السحاب، بيستخدم في الدخان، بيستخدم في النار. مثلا الغبار، الدست مثلا. ممكن مثلا برضو تستخدم الفوليوم في ان انت تعمل اللي هو فوج زي الشبوره. تمام، برضو ده بيتعمل بالفوليوم. طب وحده قياس الفوليوم ايه؟ الفوكسل. تمام. يعني زي ما اقول لك كده مثلا المتر المربع، فاللي هو يعني حاجه كده وحده قياس ثلاثيه الابعاد، مش وحده قياس مثلا سنتي، مثلا سنتيمتر مش عارف ايه، يعني وحده قياس ثنائيه، لا ده وحده قياس ثلاثيه الابعاد. تمام. وحده قياس مربع اللي هو الفوكسل، زي اللتر. طيب هنا بيقول لك فوكسل سايز، يعني حجم الفوكسل. فكل ما حجمه ما يقل كل ما عدده ما يزيد. تاني، حجم الفوكسل لو كبير يبقى عدده هيبقى قليل. خليني مثلا اركز ان مثلا ده كده هيبقى مثلا عايز اجيبها لك ازاي، ان هو ده مثلا هيبقى بشكل من بكسل يعني كده. فلو انا قللت، خليني ازود دلوقتي، خليني بزود حجمه. بص كده، حجم الفوكسل الواحد بقى كبير، فخلاص ما بقاش فيه ريزولوشن. الريزولوشن دلوقتي بقى قليل. يعني دلوقتي تخيل ده ادي فوكسل، ادي التاني، ايه ده؟ خلاص ما مش شايف، كانك بالظبط جايب صوره مبكسله. لكن لو زودت، كل ما هتزود، لما بتزود البكسل في الصوره ايه اللي بيحصل؟ الصوره بتبقى انعم. لما هتزود الفوكسل برضو نفس الكلام، الفوليوم هيبقى انعم، فالريمش هيبقى انعم، وهكذا. فبتفضل تزود لحد ما ايه، ما تنعم. بس خلي بالك عشان الجهاز بتاعك ما ايه، ما يعملش كراش معاك، يعني مهمه جدا. دي حاجه. في طبعا عندك الادابتيف، لما بتعمل كده هو بيبدا يعمل ايه؟ بيبدا يشيل الفوكسل على الاماكن اللي مش محتاجه تنعيم. يعني بص مثلا كده، يعني خليه مثلا هنا بوينت واحد. انا كتبت بوينت واحد، ما كتبتش ليه؟ انا كتبت بالعربي. بيشيل الفوكسل يعني بيشيل مثلا الايدجز والحاجات دي على الاماكن اللي مش محتاجه تنعيم. يعني ده فلات مش محتاج انه ينعمه، فهو بيعمل لك ايه؟ بينعم لك الاماكن اللي محتاجه بس طبعا ده حاجه يعني ما انصحكش بيها، لان طبعا خليني اقول له اوتو سموث، وخليني اعمل حاجه زي كده. بص الشكل عامل ازاي، يعني تحس ان هي يعني فيها مشكله طبعا كبيره، فطبعا ما انصحكش بحاجه زي كده. طيب ده كده طريقه الفوكسل. عندك بقى طريقه الشارب. تمام. تقدر ان انت بتزود في العدد من هنا بالشكل ده لحد ما بيعمل لك اعاده
للريميشر، تمام، او للمش بتاعتك يعني. تمام، دي طريقه. عندك بقى هنا السموث، يعني قريبه جدا من الشارب، ولكن عندك بقى واحده جميله قوي. بس خليني ارجع على 4 بالشكل ده. واحده جميله جدا اللي هي البلوكس. بص كده البلوكس دي، طبعا انت في البدايه مش تفهم، بس بص لما هزود، لما هزود كده، هفضل ازود. عارفين لعبه روبلوكس او لعبه اسمها ايه، الماينكرافت، بتبقى معموله بالشكل ده كده مربعات. فلو انت عامل كاركتر وعايزه يطلع بشكل ماينكرافت، هتعرف تعمله بالشكل ده بضغطه زرار. يعني بضغطه زرار لو عملت جبت اي موديل وعملته كده، في ساعتها على طول هيتعمل بالشكل ده. خلاص، بص هو عملها لك ازاي بالشكل ده. فانت عايز تزود الريزولوشن بتاعه، يا اهلا وسهلا، زوده اهو بقى كده. تمام، خليني اعمل لك كده اهو بقى بالشكل ده. تمام بقى، خلاص الموديل بتاعك بقى بالشكل ده كده، وخلاص دنيتك تمام التمام. فهو شكله كويس، يعني انا شايف ان هو كويس جدا. يعني ممكن مثلا نزود السكيل بتاعه شويه، بس طبعا هنا يعني خلي واحد مثلا، اخر واحد، ماشي، خلي بوينت واحد. ماشي، شوف، ماشي ماشي مثلا حاجه زي كده. بس ده حجم ده حجم الكيوب نفسه، ده حجم الكيوب نفسه. فطبعا هو هنا ايه، هسيبه زي ما كان 900 حاجه كده، ويبقى معتمد على ايه، على ده. تمام، طبعا انت عندك هنا 2 3 4 5 6 وهكذا. تمام، بالنسبه للناس اللي حاسه ان انا تايه كده، تمام، انا مش تايه ولا حاجه، انا دوست على الزرار ده بس، يعني فاهم، يعني هو الزرار ده بس كده عشان انا متعود بصراحه على الشكل ده، فانا بحب كده. تمام، ايام سينما 4 دي طبعا بقى، يعني الله يرحم ايامه يعني. طبعا انا كده خلاص خلصت الريمش. كويس جدا برضه، هيكون كويس جدا مع السب ديفيجن سيرفس. بمناسبه يعني من كلمه الله يرحمه سينما 4 دي، انا ما سبتش سينما 4 دي ولا حاجه، ولكن انا حبيت بس ان انا اعمل توتوريال يعني على بلندر. والناس طبعا اللي عارفاني عارفين ان انا شغال سينما 4 دي، يعني ما وقفتش طبعا شغل عليه، بس انا يعني بقول كده يعني. طيب كده بالنسبه لي الريمش خلاص انتهى. هنبدا بقى طبعا نكمل برضو في مجموعه الموديفايرز، لان بصراحه يعني ممتعه جدا، وانا حابب ان انت تعرفهم. انا مش بطبق عليهم، ولكن عايزك تعرفهم عشان لما نيجي نشتغل تبقى انت فاهم. اشوفكم على خير ان شاء الله في الدروس اللي جايه. كان معاكم محمود صقر، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.